السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد ومعانا فيديو جديد. زهقت من قلي البانيه؟ يلا نعمل مع بعض النهاردة البانيه المشوي زي الفراخ المشوية. حلو جدا وطعمه لذيذ جدا وسهل وسريع. هتعتمديه على سفرتك في رمضان من سهولته وطعمه اللذيذ، وكل هيسألك عملتيه ازاي. انا تبلت البانيه عادي تتبيله الفراخ المشويه اللي هي في الكبه. حطينا بصلايه مع قطيتين او 3 مع قرن فلفل وفص ثوم، ضربنا ده كله كده في الكبه. وبعد كده تبلنا بقى التوابل بتاعتنا الحلوه اللي هي ملح وفلفل اسود وسبع بهارات والبابريكا، وكمان حطينا مكعب مرقه، وحطيت كمان شويه من الخل وعصره ليمون. تبلت كده البانيه وسبته يجي ساعه او اكتر، اقل حاجه ساعه تتساب يعني. ممكن انت تعمليه او ممكن تبيتيه في التتبيل. بعد كده عايزه تحطيه على البوتاجاز حطيه. لو هتعملي صواني معاكي دخليه الفرن عادي. هندخله الفرن وهيستوي وهيطلع معاكي بالشكل ده. جميل جدا وريحته حلوه قوي. بعد لما استوى معايا عشان يطلع معاكي مشوي وياخد ريحه الفحم، انا جبت كده في حمايه زي ما انتوا شايفين. وبعد كده اهو شايفينه مستوي جدا وطعمه تحفه، والتتبيله بتاعته حلوه قوي. هنبدا ان احنا بقى جبنا كده في حمايه ولعناها على النار. وبعد كده هننزل عليها كده بشوية من الزيت، وهنغطي على البانيه بتاعنا هياخد ريحة الفحم. شايفين شكله البانيه المشوي زي الفراخ المشوية. وفعلا لو زهقت من القلي وكمان الزيت معانا غالي اليومين دول مش عارفين نعمل كل شوية حاجات مقلية كتير، اعملي البانيه المشوي. طعمه حلو جدا والله، هيعجبك جدا جدا من سهولته وطعمه الحلو. وكل اسرتك هتسألك عليه. هتعتمديه في رمضان زي ما انا قلتلك من سهولته، وان هو مش هياخد معاكي وقت خالص. ممكن تسويه في الفرن او على البوتاجاز. اتمنى الفيديو يعجبك، ما تنسيش تعمليه لايك. مع السلامة.